بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم يا حبايبي في قناتي حياتك سهله وبسيطه. احنا النهارده هنعمل صينيه كنافه، بس الكنافه بتاعت زمان، ولا بالقشطه ولا بالكريمه ولا بالمانجا ولا بحاجه. الكنافه كده بتاعت ايام زمان. انا معايا طبعا مكسرات على حسب اللي متوفر عندك، يعني انا معايا فول سوداني كده بمكسراه بس تكسيره بسيطه كده عشان طعمه يبان، ومعايا جوز هند، ومعايا زبيب. حتى كل المكسرات بتاعتي حجمها كبير عشان كده طعمها يبان. انا عندي زبيب نوعين، فانا حطيت النوع اللي هو الحبايه بتاعته الكبيره، انا بقى بوريها لكم. ومعايا كوبايه سمنه. انا حطيت كل المكسرات على بعضها كده وقلبتها. طبعا عايزه تحطي مكسرات اكتر من كده براحتك يعني، وحسب المتوفر عندك. معايا كوبايه سمنه، انا كده مسيحاها يا دوبك على النار. وعليها كده معلقه سمنه بلدي، بس انا مرضتش احط السمنه البلدي عليها، حطيتها على وش الكنافه من فوق. هدهن بقى كده الصينيه اللي معايا. انا معايا الصينيه ديت المفروض كانت تكون اكبر من كده شويه، تقريبا دي مقاس مش عارفه 30 28 حاجه زي كده، عشان هي طلعت الخرطه بتاعتها عاليه كده، بس صراحه طلعت جميله. لو انت عايزاها مثلا في السمك اقل من كده كبري الصينيه او قللي الكنافه. كان الجرس بس بيرن كده. انا زي ما قلت لكم ان انا دهنت الصينيه كلها دهنة سمنة كده، وبعدين باخد الكنافة، اخد نص الكمية احطها بقى وافردها. انا مش هقلب السمنة عليها عشان ما اقعدش بقى اعمل يعني ادعك فيها بايدي وكده. سيت نصها كده وهضغط بقى عليه. افضل كده اضغط بايدي جامد لحد ما يعني اخليها طبقة رقيقة خالص يعني في الصينية. افضل كده اضغط عليها، وبعدين بقى هجيب المكسرات بتاعتي. انا ممكن اضغط بقعر كوباية، بصينية تكون اصغر، باي حاجة. بس ديت في المرحلة التانية كمان بعد ما احط النص التاني. انا برضو هحط معلقتين 3 سمنة بس كده، مش كل الكمية. هحط يعني كام معلقة بس كده عشان يعني اعرف اضغط بس بيها. حاجات بسيطة كده عشان تنزل كلها في قعر الصينية. وبعدين بقى هجيب المكسرات بتاعتي دلوقتي. يلا حبايبي، لو اول مره بقى بتشوفيني كده حطي لي لايك، اشتركي كده وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلاص يا حبايبي، كده انا بقى اجيب المكسرات اللي معايا هحطها كلها عليها. وبعدين هجيب برضو النص التاني انا بقى في حركه المفروض كنت اعملها والله، بس معلش يعني انا اسفه. هي سهيت عنها كده، ولادي كانوا في ريحي. انا المكسرات دي بحط عليها معلقه عسل نحل او معلقه عسل تقيل عشان تثبت كده وما تقعش من الكنافه. انا نسيت خالص، بس انا متعوده بعملها. حتى البرطمان العسل كان جنبي وما كنتش ما شفتهوش الا بعد بقى ما حطيت النص التاني من الكنافه. يلا انت بقى لو انت بتعمليها جربي بقى وحطي لها كده عشان المكسرات ما تقعش كده من الكنافه. انا جبت طبق وضغطت بقى بيه، هو اصغر منها. ضغطت بيه جامد بقى، وبعدين هجيب بقيت كميه السمنه كلها واحطها بقى عليها. لو في حته كده زي ما انا بعمل لقيتيها يعني الحاجه باينه فيها زوديها كده. انا على فكره ما خدتش نص الكنافه كله، ما خدتش نص بقى الكنافه كلها كده، ما الصينيه يعني اخدت مني. حطيت بقى كل السمنه، وبعدين كمان بعد ده كله جبت لها كده معلقه سمنه بلدي حطيتها على الوش. بتخليها طبعا جميله ولمعتها بتبقى حلوه، وطبعا غير ريحتها بتبقى جميله جدا وقلب الدنيا والله. انا بقى جوزي عشان بيحبها كده طريه. انا طبعا كنت مولعه على الشربات على النار، هوريهولكم دلوقتي. دي معلقه السمنه البلدي اهي، خدتها كده وزعتها عليها. المفروض برضو كنت اسيحها، بس طبعا السمنه البلدي يعني مش محتاجه اطلع منها ريحه ولا اي حاجه، طبعا هي ريحتها يعني غلابه لوحدها. الشربات بقى انا كنت حاطاه على النار كوبايه سكر وعليه كوبايه ميه. انا مش بحبها مسكره قوي، بس هو المقدار ده. انا كنت حاطه كوبايه ونص سكر عليهم كوبايه ونص ميه، يا دوبك كده غليوا. ووطيت بقى عليهم وحطيت لهم عصره ليمون. حطيتها بقى دخلتها النار، طلعت كده زي ما انتم شايفين. انا يا دوبك هي احمرت كده بسيط من فوق. هقلبها بقى، ما لقيتش عندي صينيه، قلبتها على طبق. بصوا بقى اللون بتاعها من تحت جميل جدا ومتحمر ازاي. والله لونها صراحة لوحده جميل. انا بقى جبت الغطا كده وهقلبها برضو اديها سنة يعني عشان تمسك بس في بعضها كده. ادخلها النار تاني مسافة دقيقتين بس، بعدين بقى اطلعها. كل الناس بتقلبها عشان تديها وش من فوق. انا لقيت الوش اللي من تحت، القعر اللي من تحت احلى كمان صراحة من اللي من فوق. فانا خلاص كده قلبتها بقى، وهدخلها بس النار كده مسافة ثواني.
طلعت بقى الشربات بقى بتاعي، بصوا اللمعة اللي فيه، بصوا جميل ازاي. سقيتها بقى الشربات وغطيت عليها لاني انا عايزاها تبقى طرية. لو انت عايزاها ناشفة سيبيها مكشوفة شوية وتقلي الشربات كمان عن كده، لكن انا عايزاها طرية. هو انا جوزي اللي بيحبها طرية، فقلت بقى اعملها له، لان انا الولاد عايزين نعمل لهم بالمانجا والكريمة، فانا قلت ايه اعمل دي النهاردة واعمل لهم بقى التانية يوم تاني. خلاص كده يا حبايبي، انا بقى بقطعها بعد ما سبتها كده طريت. اقطعها، انا سبتها بس شويه صغيرين، المفروض تسيبيها اكتر من كده برضو، بس انا عشان ايه كنت اصورها بقى معاكم قطعتها كلها. بس لو استنت كمان شويه هتمسك بقى نفسها كده. حتى انا كسرتها كده، المفروض كنت اطلعها بحاجه اعرض من كده يعني، بس هي طلعت جميله والله. لو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسونوش بقى في اللايك. خلاص كده انا الفيديو بتاعي خلص، وهدوقها بقى قدامكم كده. انا بوريكم بس ان انا المكسرات دي، انا الحاجات اللي وقعت منها دي جميله جدا، انا طبعا ما سبتهاش يعني، بس هي اتكسرت مني انا وانا بشيلها. بصوا بوريكم بقى الطبقه بتاعتها، هي عاليه عامله زي الكيكه والله بالظبط. هدوقها بقى زي ما انتم شايفين، والله طعمها جميل جدا. خلاص يا حبايبي، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش، ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.